ورحمة الله وبركاته. حبايبي اليوم نعمل لكم نوع من الحلويات بسبوسة. عندنا المقادير. أولا نحتاج إلى كوبين سميد، بيض 2، نصف كوب لب غراش، نصف كوب شكر، 3/4 الكوب روضة زبادي، ونص قلاص حليب بودر، وبيكنج باودر، وفانيلا كيس، ورشة ملح، وقطر شيرة بعدين هاي نضيفها بالاخير، وعندنا فستق عبيد او فستق الحلبي، ما تخلون ايش عندكم يكون موجود بالبيت. طريقة كلش حلوة وسهلة. بالبداية نخلي البيضتين والشكر نخلطهن سوا، نحاول نذوب الشكر بالبيض، وبعدين نضيف الزبادي. هاي طريقة العمل البسبوسة كلش حلوة، تقدرون خواتي تسووهن بالبيت، طريقة كلش حلوة وسهلة وطيبة. هسه نخلط الزبادي مع البيض والحليب والشكر، نجيب بعد نضيف الحليب البودر، بعدين نضيف البغراش نصف كوب مو هواية، ونضيف الزبد نص كوب يكون او سمن نباتي او زيت. بعدين نضيف بالاخير السميد، وعندنا الباودر، هذا الباودر، وهذا الفانيلا. طبعا الفانيلا نكهة كلش طيبة نخليها، ورشة الملح. نخلطهم كلهم مع بعض، راح يطلع لنا عجينة. هسه حبايبي مثل ما تشوفون خلطتها هواية، وعندنا هنا نضبها بالهذا معون مال فرن، نزيتها شوية من جوا. طبعا انا مزيتها ومحضرها زينة، وبعدين نفرشها. اكو يحاولون يقطعوها، اكو بعدين من تطلع يقطعوها. مثل ما دا تشوفون قد ما تصير مرتاحة بالفرن تكون تطلع حلوة وناسكة. نحاول نفرشها. هاي طريقة كلش حلوة وسريعة سهلة، وتخلوها بفرن درجة 180، بين 170 180. بعدين نحاول نزينها. بالفستق العبيد او فستق الحلبي او اللوز حسب ما تحبون، شنو المتوفر عندكم بالبيت. وبعدين من نكمل ندخلها على فرن درجة حرارة 180 مثل ما قلت لكم، بالتأكيد 180.
وتقريبا ربع ساعة 10 12 دقيقة يعني حسب حرارة الفرن اللي عندكم. هسه راح نروح ندخلها بالفرن. هسه طلعناها من الفرن وريحتها كلش طيبة، لو تشوفون ايش قد حلوة ريحتها وشكلها كلش حلو. وهسه نقوم نقصقصها مثل ما تشوفون، يكون مربعات حسب تطلبوها انتم. هاي كلش حلوة. تقدرون تضيفوا لها من فوق شوية للزينة البغراش، او ما تضيفوا لها ويتقدم بماعون. هسه عندنا القطر شو اسمه، نضيف لها بالخاشوقة. هاي الشيرة نضيفها مثل ما علمتكم شلون تسوون الشيرة. لازم الشيرة تكون نوعيتها زين مسوينها. هسه نجيب لنا قطعة، نحاول نطلع لنا قطعة. تقدرون تزينوها بالبغراش كيفكم حسب ما تريدون. طريقتها كلش سهلة وكلش حلوة. هاي تتقدم الضيوف، مناسبات تقدرون تضيفوها لأي وقت. طريقتها سهلة وكلش حلوة، رائحتها كلش طيبة. خلاص هاي تقدرون تخلون معهم ثاني وثالث. وإن شاء الله نقدم لكم بالمرات الجاية شغلات حلوة وجميلة كلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.